قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان. السلام عليكم، كيفكن حبايب القلب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله نكون سعيدين ومستعدين لرمضان. يلا شدوا الأحزمة، ايام قليلة وبيدخل علينا الشهر الكريم. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، ومبارك علينا الشهر الفضيل سلف، ويبلغنا اياه بصحة وخير وعافية. وبما انه صار رمضان على الابواب وقريب كتير، جبتلكم وصفة شهية ورائعة لخلية النحل تتحلوا فيها وتتسلوا بعد الإفطار جنب القهوة أو كاسة المتي أو جنب مشروبكم المفضل. صحيح، شو مشروبكم المفضل برمضان؟ نحن بنحب التمر الهندي والجلاب، أما السوس فما بنحبه أبدا، والكركديه كمان طيب بس ما بنصح الحوامل فيه لأنه بيأذي الجنين. وهلا خلونا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أفضل الصلاة والسلام عليه. ورح نبلش وصفتنا بأطيب وأشهى خلية نحل، ورح نحشيها بالحشوات اللي بتحبوها. بالبداية بجاط حطيت كوب حليب وكوب مي دافين، ونص كوب سكر وبياض بيضة، وبحتفظ بالصفار لدهن الوجه، ملعقة فانيليا صغيرة، وملعقة خل أبيض كبيرة، وربع كوب زيت نباتي، وربع معلقة صغيرة ملح، وملعقة ونص خميرة فورية كبيرة. الخميرة زيادة شوي لأن الجو بارد، وإذا حبيتوا تعملوا أي عجينة بالصيف بتقللوا الخميرة، يعني ملعقة بتكفي. بخلط المواد السائلة مع بعضها وبدخل الطحين عليهم بالتدريج. نزلت 3 أكواب طحين مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وخلطت المواد مع بعضها بأي ملعقة أو سباتولا. رجعت نزلت عليهم كوبين ونص طحين وبلشت أعجن بإيدي، يعني المجموع كان 5 أكواب ونص، وممكن نزيد عليهم ملعقتين إذا كانت كتير طرية. عجنتها مدة 5 دقايق بعد ما حطيت لها ملعقتين كبار زبدة. والعجينة إذا كانت عم تلزق بإيدنا شوي بتكون نتيجتها أحسن بعد الخبز. ولا تخافوا من دبقتها على الإيد، لأن بعد التخمير بترجع بتنشف شي بسيط، والطحين بيشرب السوائل الزيادة. دهنتها دهنة خفيفة بالزيت وتركتها تختمر شي ساعة تقريبا. لبين ما تختمر العجينة رح جهز الحشوات. الحشوات اختيارية، فيكن تحطوا الحشوة اللي بتحبوها من تمر أو شوكولا أو جوز الهند. أنا قطعت شوكولا مشان أحشيها، وجوز الهند كمان. لكوب جوز الهند حطيت عليه ملعقتين سكر كبار وملعقتين ماء ورد كمان كبار، وزدت عليهم قطر حتى يتماسك جوز الهند شوي. خلطتن وبلشت أحشي فيهن عجينتي. إذا كنتوا حابين تعملوا صينية على شكل هلال، بتجيبوا أي صحن أو زبدية بتتحمل حرارة، حطوها على جنب أو طرف الصينية، وصفوا كرة الخلية حواليها. أنا كلفت بنتي نور تدهن لي الصينية مع الزبدية، لقيتها ما شاء الله طالت لي الصينية مع الطاسة زيت وطحين، الله يرضى عليها.
ومن بعد ما خلصت حشي الشوكولا وجوز الهند غطيت الصواني مشان يتخمروا، لأن ضروري يتخمروا بعد التشكيل. ومن بعد ما تخمروا الصواني شوي دهنت وجههم بصفار البيضة وخلطته مع معلقتين حليب وملعقة صغيرة خل أبيض، ورشيت الوجه بالسمسم، وفيكن ترشوهم حبة البركة كمان. حطيتهم بالفرن وشغلت عليهم من تحت بس. وبشوف طرف الخريش قرت بشغل عليها من فوق ليتحمر الوجه وتصير بهذا اللون الجميل. ومن بعد ما طلعتها من الفرن دهنتها بزبدة مشان تعطيها طعم أطيب وطراوة أكتر. وشو بدي أخبركم عن النتيجة، الصورة لحالها بتحكي، طرية مثل القطن، والشوكولا وجوز الهند من أطيب الحشوات بخلية النحل أو مع هذا النوع من المعجنات بالذات. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها بالتعليقات. أنا كتير رضيانة عن النتيجة لأنها عن جد لذيذة ورائعة وإسفنجية ومثل القطن. لهون حبايبي خلص الفيديو، بدي اودعكم على خير. ما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم، والجديد على القناة تشترك وفعل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا.